السلام عليكم. نتمنى تكونوا كامل بخير. جيتكم اليوم بطبق فريد من نوعه على طريقة المطاعم الكبرى. الدجاج المنفوخ المقرمش يجي مقرمش قرمشة رهيبة من برا وطري من داخل، ويجي منفوخ وكأنه حبة نتاع سوفلي. والقرمشة نتاعو ما نحكي لكمش عليها، رافقته مع واحد لاصوص خاطرة وبنينة. واش نقولكم، طبق يستحق حقا التجربة. ما نطولش عليكم بزاف، نروحوا مع بعضنا نتعرفوا على المقادير وطريقة إعداد الوصفة. في الأول أخديت نصف صدر من الدجاج كبير، عشيته، ضفت عليه ملعقة صغيرة من الملح، ضفت كذلك ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ضفت كمية من المعدنوس وبصلة صغيرة كنت ربيتها وعصرتها من الماء، ضفت ملعقة صغيرة من الثوم، حوالي 2 فصوص كبار، 2 ملاعق حتى 3 ملاعق كبار من لا شابلور، وبيضة كاملة. هنا لا شابلور عينكم ميزانكم، اذا لقيتوها مازالت جارية معكم تقدروا تضيفوا حتى تتلم معكم هاد الكفتة. نبقى نعجن فيها مليح. من بعد جبت بابي فيلم، دهنت سطح العمل نتاعي بالقليل من الماء ولصقته، ورايحه نشكل الان مربعات هكا فقط بالملعقه، ولا استخدموا يديكم. نشكل الدجاج نتاعي على شكل مربع ونحاول نعادلو مليح، نديرو مستوي. من بعد راح نحشيه هنا بالجبن الابيض والجبن المبشور. الحشو هنا تقدروا ديروا اي حشو، تقدروا ديروا اون صوص مع الجبن، تقدروا ديروا كفته تقليوها مع البصل كيما الحشو تاع البوراك مع الدجاج وتحشيوه. من بعد رايحه نقلب الدجاج على بعضه ونشكل هاد المثلث كما راه موضح في الصوره. نضغط عليه مليح بالاصابع تاعي على الحافه، بعد نعدلو بالكوباط حتى نتحصل على هاد المثلث. انا درتهم كبار، نتوما تقدروا ديروهم صغار، تقدروا ديروهم اصابع كما حبيتيو انتوما، بصح مثلث راح يجيكم الطبق مليح ويجيكم منفوخ، الحبه تجيكم منفوخه. راح ندير معاكم حبه اخرى في عجاله هكا باش تزيدوا تشوفوا الطريقه، خاصه المبتدئات. كملت عدلت المربع نتاعي مليح، لازم تعدلوه مليح، وحاولوا ديروا الطبقه تاع الدجاج رقيقه، كون ديروها خشينه راح يجيكم كيما هذاك السوفلي اللي يجي وكانه طاجين جبن، يعني يجي لاصق الدجاج في بعضه ما يجيكمش منفوخ. والوصفه تاعنا هنا الدجاج المنفوخ المقرمش، لازم تجي الطبقه هذيك تاع الدجاج رقيقه. نتمنى فهمتيوا عليا. كملت حشيتها بالجبن الابيض والجبن المبشور، وغلقت على الحبه نتاعي، وشوفوا كيفاه نضغط عليها على الاطراف مليح باش ما يخرجش معايا هذاك الجبن، ونعدل بالكوباط مليح باش نضمن بلي الجبن هذاك كي نقليه ما راحش يتفتح معايا. نعدل الحبه نتاعي مليح ونحطهم هكا فوق بلانش، كنت غلفتها بابي فين باش ما يلصقوش الحبات معاي، وندخل الحبات نتاعي للمجمد حوالي 10 دقائق حتى 15 دقيقه بلا ما نحضر معاكم لاصوص. في مقلاة حطيت ملعقه كبيره من السمن باش يعطيني نكهه للطبق نتاعي ولا للصلصه نتاعي. واش بقى لي من الدجاج رحت درته هكا كريات اصغر باش ما نديرش طرف دجاج كبير ونبدرو بزاف. حطيت حبه كبيره نتاع بصل ربيتها مع 3 فصوص تاع الثوم، وخليت البصل نتاعي يتقلى مليح. بعد ما تقلاو لي هذوك ليبول، لازم ليبول تاني تقليوهم مليح باش يمدوا نكهه للصلصه. بعد ما تقلى معاي هذاك البصل رحت ضفت شويه نتاع الملح قبل ما يتقلى لي يعني مليحه. ضيفوا شويه ملح، شويه فلفل اسود، وملعقه صغيره من الكركم باش تعطينا لون للصلصه. نخليهم يزيدوا يتقلاو مليح مليح. من بعد نمرق بشويه تاع الماء، ما تكثروش الماء بزاف لانه ما نحتاجوش كميه كبيره من المرق. حطيت كميه من المعدنوس، خلطت كل شيء مليح، وخليت المرق نتاعي هذاك حتى اختار معايا وطاب لي هذاك البصل وداب. من بعد رايحه نميكسي المرق نتاعي. نورمالمون تعودتيو عليا انا اي مرق نديرو نميكسيه باش نتخلص من هذاك البصل وتولي الصلصه نتاعي ليس وبنينه كذلك. من بعد ما ميكسيتو جبت حطيت القليل من الكريمه السائله اللي تقدروا تستغناو عليها، كما تقدروا تعوضوها علبه من الياغورت الطبيعي. خلطتها مليح، خليتها تبقبق حوالي 10 دقائق وطفيت عليها. جبت الان الدجاج نتاعي من المجمد
وحطيته في البيض. من بعد لا شابلور، انا لا شابلور هذه اللي باش نخدم بها باش تخرج لي الحاجه مقرمشه، ما نخدمش بالخبز من فوق، نحي هذيك الجلده تاع الخبز ونخلي غير البابه هذيك اللي لداخل، نروح نرحيها باللاشوار هكا قطع كبيره. من بعد كي نقليها يبقاو الحبات هذوك باينين وما تتحرقش معايا خلاص، وتجي الحاجه مقرمشه. رمت هذوك الحبات نتاعي كيما قلت لكم في البيض، من بعد زدت عقبتهم على لا شابلور مليح حتى نتحصل على هذا الشكل، ونروح نقليهم في زيت تكون سخونه، لكن بشرط، هذا هو السر باش يجيوكم طايبين من داخل ومقرمشين وفي نفس الوقت طريين تاني من داخل. حطيتهم في زيت كنت سخنته مليح. من بعد كي سخنته رحت قللت عليه شويه، يعني هبطته شويه على النص، وخليت الدجاج نتاعي يطيب في غرضه. ما تخافوش ما راحش يشرب معكم الزيت، لانه فيه هذيك لا شابلور اللي تعتبر حاجز يعني للزيت ما يدخلش لنص الدجاج. حطيت الحبات نتاعي، شوفوا كيف هو وسخون، بصح في نفس الوقت ماهوش غليان، يعني سخون مليح، ونقلل عليه ونخلي الدجاج نتاعي يطيب في غرضه هكا، يوصلوا الطياب لداخل. يعني كثرت عليكم الهضره، بصح حاولت نوصل لكم المعلومه لكامل المبتدئات باش تحصلوا على دجاج طايب من داخل مقرمش من برا وطري. قليتهم مليح من الجانبين حتى تحصلت على هذا اللون الذهبي الغامق. تقدروا ديروا لون ذهبي فاتح، بصح انا نحبهم هكا يجيو يشبهوا للكبه السوريه، كي تجيو تاكلوهم يجيوكم بنان بنان بنان. شغل التحميصه هذيك تاع الخبز تعطيه بنه ولا اروع، القرمشه تجي مثاليه. شوفوا الله يبارك كيف يجيو. في الاخير راح نوري لكم صوت القرمشه، لازم تسمعوها باش تقنعوا باللي الدجاج هذا المنفوخ ولا اروع. كملت قنيت الحبات نتاعي كامل بنفس الطريقه حتى كملت كامل الكميه، ونروحوا مع بعضنا لصحن التقديم. بديت حطيت لاصوص هي الاولى، من بعد حطيت الحبات نتاعي ستفتهم ورا بعضاهم. وهنا التزيين يبقى اختياري، يعني التزيين هنا وحده ما تقول هذه تعرف تزين هذه ما تعرفش، دوك الافكار يختلفوا، وكذلك الاذواق يختلفوا. درك كل وحده كيف تزين، تقدروا ديروا في صحن مستطيل تحطوا المرق منه، من تقدروا ديروا المرق في النص وهما تحطوهم منه من، يعني كل وحده تخير التزيين اللي يعجبها. انا هذا هو التزيين اللي شفتو خارج على الطبق هذا. درت دي ترونش تاع قارص وحطيت الحبات نتاعي ورا بعضهم، درت رشه من بذور الشيا، وكان هذا هو الطبق نتاعي لنهار اليوم. نقول لكم جربوه يا البنات اللي عندهم ثقه في وصفاتي، جربوا الطبق هذا على ضمانتي، بنين 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 بنا مش نورمال. يعني هذاك الدجاج المقرمش يطيروا به الدراري من المقلات، يعني ياكلوه لكم من المقلات، ما يخليوهش يقعد معاكم. وشوفوا لله يبارك كي جيت نقدمه حطيت شويه صلصه، حطيت الحبه، وراح نقسم معاكم باش تشوفوه كيفاه يجي منفوخ وكانه حبه نتاع سوفلي، ويجي تاني تطري. شوفوا الموس يعدي فيه بكل سهوله ومقرمش. ودرك تسمعوا لي القرمشه اللي تشوفوها في الاخير. وهكا نكون وصلت معكم لنهايه الفيديو. نقول لكم ما تنساوليش الاعجاب والبارطاج، والسلام عليكم، على بخير.